طيب الله أوقاتكم بكل خير. نشرة الأخبار من الفضائية الإريترية، معكم فيها شابر آية والمستهل بأهم وأبرز العناوين. جهود لإبراز الآثار بإقليم عنسبة. تقييم أنشطة الرعاية الاجتماعية في إقليم القاش بركة. دعوة لتعزيز المشاركة في تنمية القدرات البشرية. قتلى وجرحى بتفجير المزدوج شمال بغداد. قائد بالحرس الثوري يهدد بمنع عبور شحنات النفط في مضيق هرمز. وارتفاع حصيلة ضحايا موجة الحر في كندا. مرحبا بكم. تبذل جهود حثيثة للتعرف على الآثار التاريخية والدينية في إقليم عنسبة، ومن ثم إبرازها بطريقة ملائمة للزوار. وأوضح المدير العام لقسم السياحة في الإقليم السيد سالم علي سالم لوكالة الأنباء الإريترية إيرنا، أوضح بأن إقليم عنسبة يمتلك معالم سياحية متنوعة ومختلفة، ابتداء من المباني التاريخية المنتشرة في مدينة كرن والأديرة التاريخية ومنطقة طنقلحاس التي اختتمت فيها الحرب العالمية الثانية، والدفاعات التي تعكس نضال الشعب الإريتري، والكهوف التاريخية والمنشورات والرسومات المنحوتة على الصخور الكبيرة، إضافة إلى العديد من الآثار الأخرى الجذابة المنتشرة في الإقليم، مشيرا إلى دورها البارز في تطوير القطاع السياحي في حل تم التعرف والدراسة اللازمة على تلك المعالم. وأشار السيد سالم إلى أن الأديرة المنتشرة في الإقليم تحتوي على العديد من الآثار، وهي أحد المعالم التي تعرف بجاذبيتها ويزورها سنويا عدد غفير من المواطنين والأجانب، موضحا بتسهيل زيارتها من ناحية توفير خدمات المواصلات وغيرها من الخدمات الاجتماعية الأخرى. عقد مكتب وزارة العمل والرعاية الاجتماعية في إقليم القاش بركة ورشة عمل في مدينة بارنتو لتقييم أنشطة الرعاية الاجتماعية نصف السنوية في الإقليم. وقد بحثت الورشة التقييمية الأنشطة المنفذة في مجالات الرعاية الاجتماعية والعمل والضمان الاجتماعي في جميع مديريات الإقليم، فضلا عن مناقشة التقييم المقدم حول أنشطة مراقبة العمل وعلاقات العمال وأصحاب العمل وفرص العمل. وأشارت الورشة إلى تقديم الحكومة في النصف الأول من هذا العام مبلغ 9.4 مليون نقفة لإعالة أسر الشهداء، بينما قدم المواطنين في الداخل والمهجر دعما عينيا وماليا بحوالي 650 ألف نقفة. كما أفادت التقارير المقدمة بالقيام بالتعبئة اللازمة لضمان حقوق الأطفال ومحاربة العادات الضارة، والقيام بدراسات مستفيضة عن أوضاع أكثر من 2500 من أسر اليتامى، ورعاية وتأهيل 17 أسرة محتاجة، بينما تنفذ برامج لتأهيل 1384 أسرة بمنحها عربات الكارو. وقال مسؤول مكتب وزارة العمل والرعاية الاجتماعية في إقليم القاش بركة السيد فرانكو أو السيد إيوب كيداني أن العمل سيتواصل لتأهيل المحتاجين ومساعدتهم في تحسين حياتهم المعيشية. من جانبه أوضح المدير العام لقسم الخدمات الاجتماعية في إقليم القاش بركة السيد فرانكو كوبابا بأن إدارة الإقليم ستعمل بكل قدراتها لإنجاح الأنشطة الجارية بالتركيز على التأمين والرعاية الاجتماعية. دعا عميد كلية علوم وتقنية البحار الدكتور زكريا عبد الكريم الإريتريين في المهجر للمساهمة بعلمهم وخبراتهم لتنمية القدرات عامة ودفع عملية الاستثمار الجارية لتطوير القدرات المطلوبة لاستغلال الموارد البحرية بصفة خاصة. وأوضح خلال لقائه الإريتريين القادمين من الخارج والذين قاموا بزيارة تفقدية لبرامج التنمية وتطوراتها، أوضح بأن المرحلة الحالية تتطلب مساهمة الإريتريين في المهجر بمهنهم وقدراتهم إلى جانب الجهود الحكومية لإنجاح البرامج الوطنية. وذكر الدكتور زكريا عبد الكريم بأن الكليات والمدارس الفنية المقامة في البلاد تقوم بإسهامات لا يستهان بها في تطوير قدرات الشباب المهنية، وأن تعزيز مساهمة الإريتريين المقيمين في المهجر لا سيما الحاصلين على فرص تعليمية أفضل سيؤدي إلى الحصول على نتائج أكبر. وأعرب المواطنون عن إعجابهم وفخرهم بمساهمة الشباب في البرامج الوطنية حسب مجالاتهم، مؤكدين الاستعداد للعمل على مستوى الأسر والجاليات للدفع بمساهمة المثقفين الإريتريين في المهجر.
قدمت جمعية معاقي الحرب فرع إقليم الغاشبركة قرضا دون فوائد ل 59 من عضواتها، وذلك في إطار جهود تمكين المعاقين. وأوضح مسؤول فرع الجمعية السيد شمولي ولد قرقس أن القرض يدفع في غضون 3 سنوات، حيث قدم مبلغ 12500 نقفة لكل عضو، وذلك بهدف خلق الأرضية لتحسين الحياة المعيشية للمعاقات. من جانبه أوضح مسؤول مكتب وزارة العمل والرعاية الاجتماعية في الإقليم السيد إيوب كيداني أن الدعم المقدم للمحتاجين وخاصة لمعاقي الحرب يحقق نتائج مرضية مما يجب الدفع به. كما أكدت الحاصلات على القرض سعيهن للاستفادة الجيدة منه في تحسين حياتهن المعيشية وإعادته في أوانه. تبرع الإيطاليون المقيمون في مختلف المدن الإيطالية وتورونتو وكندا بمناسبة إحياء 20 من يونيو ذكرى الشهداء بحوالي 30,000 يورو و 12571 دولار، وذلك لتنمية صندوق أمانة الشهداء. ووفق المعلومات الواردة من مكتب قنصل الإيطالي العام بمدينة ميلانو الإيطالية، فإن الدعم الإجمالي المتبرع به تحت هدف أن رعاية أسر الشهداء مسؤولية كل مواطن هو 29,825 يورو و100 فرنك سويسري، منها 7,750 يورو تبرع بها المواطنون في روما الإيطالية وسكان بولونيا ب 3,845 يورو، وفرنسا 380 يورو، ونابولي 635 يورو، وكاتانيا 200 يورو، وجنوفا ب 580 يورو، وباري 330 يورو، وبرشا 200 يورو، وبيزا ب 850 يورو، وبارما 440 يورو، وميلانو 14,615 يورو و100 فرنك سويسري. وفي سياق متصل أفادت المعلومات الواردة من ميلانو الإيطالية وبموجب برنامج تبني 10 أسرة شهيد سنويا لجمعية حلنا للأريتريات المقيمات في ميلانو الإيطالية ابتداء من العام 2013، تبرعنا هذا العام لتبني 10 أسرة شهداء ب1000 يورو. في غضون ذلك تبرع المواطنون المقيمون في مدينة تورونتو الكندية ب 12,571 دولار، منها 8,287 دولار تم جمعها خلال تنظيم مسيرة نظمت بمناسبة إحياء 20 من يونيو ذكرى شهداء الأبرار. كما تبرعت الشابة سلام هيلي مع إخوانها والسيد محرة أب ساميئيل ب 4,273 دولار. مشاهدينا فاصل ثم الأخبار العالمية. على الصعيد العالمي قتل شخص وأصيب 11 آخرون بتفجير عبوتين ناسفتين شمال العاصمة العراقية بغداد. وقالت مصادر أمنية عراقية إن التفجير تم بعبوتين ناسفتين انفجرتا بشكل مزدوج داخل سوق الطيور في منطقة الشعلة شمال بغداد. يذكر بأن 4 أشخاص قتلوا وأصيب 15 آخرون جراء تفجير انتحاري وقع في المنطقة ذاتها في 24 من مايو الماضي. وقالت مصادر أمنية في تصريحات صحفية إن انتحاريا من تنظيم الدولة فجر نفسه بحزام ناسف داخل منتزه في منطقة الشعلة قرب بغداد، مما أسفر عن سقوط 8 قتلى فضلا عن 11 مصابا. قال قائد المباحث الثوري الإيراني إن طهران ستمنع مرور شحنات النفط في مضيق هرمز بالخليج إذا حظرت الولايات المتحدة مبيعات النفط الإيراني. ومن جهته قال الرئيس الإيراني حسن روحاني إن طهران ستتصدى بحزم لتهديدات الولايات المتحدة بحظر مبيعات النفط الإيراني. وفي مايو الماضي انسحبت الولايات المتحدة من اتفاق دولي متعدد الأطراف يرفع العقوبات على إيران في مقابل تقييد برنامجها النووي. وطلبت واشنطن بعد ذلك من الدول وقف جميع واردات النفط الإيراني اعتبارا من 4 نوفمبر، وإلا ستواجه إجراءات مالية أمريكية لن تكون فيها أي استثناءات. ويجتمع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي الموقعة على الاتفاق النووي وهي بريطانيا وفرنسا وألمانيا بالإضافة إلى روسيا والصين
يجتمع مع مسؤولين إيرانيين اليوم الجمعة في فيينا لمناقشة كيفية الإبقاء على الاتفاق ساريا. أعلنت السلطات الصحية في كندا أن 19 شخصا على الأقل توفوا في كيبك بسبب موجة الحر التي تضرب شرق كندا منذ نهاية الأسبوع. وقالت المسؤولة الإقليمية عن الصحة العامة في مونتريال ميلان دروان إن عدد الوفيات بسبب موجة الحر في مونتريال وصل حاليا إلى 12 شخصا. ونقلت صحيفة لا تريبون عن السلطات الصحية المحلية أن 5 وفيات سجلت أيضا منذ 48 ساعة في مناطق شرق عاصمة كيبك. وأعلنت حالة الإنذار بسبب ارتفاع الحرارة في جنوب كيبك، إلا أن الأرصاد الجوية تتوقع انخفاضها اعتبارا من اليوم الجمعة. حافظ الأمريكي جو تشيستنوت على لقبه في بطولة أكل شطار الهوت دوغ الدولية في بروكلين بولاية نيويورك الأمريكية. وأكل الرجل الشره 74 شطيرة بخبزها في 10 دقائق فقط، محطما الرقم المسجل باسمه العام الماضي عندما تناول 72 قطعة في المدة ذاتها، ليتوج بالحزام الخردلي للبطولة للمرة 11 على التوالي. وفي منافسات السيدات حافظت ميكي سودا على لقبها هي الأخرى بعد أن أكلت 37 شطيرة بخبزها لتفوز باللقب للسنة الخامسة على التوالي. ويبلغ مجموع جوائز هذه البطولة الطريفة 40,000 دولار، يحصل الأولان في الرجال والسيدات على 10,000 لكل منهما. نهاية النشرة، شكرا لكم على حسن المتابعة.